أنا سالمة، كنت مسيحية وأسلمت. عشان كده لما بشوف حد بيسيب كل حاجة وراه ويدخل الإسلام ببقى فاهمة كويس قوي ايه التمن اللي هو دفعه، وببقى فاهمة أكتر ايه النعمة الكبيرة اللي هو بقى فيها. تخيل كده إنسان عاش حياته كلها واتربى من وهو طفل على شيء معين، وفجأة يسيب كل ده ويسيب كل اللي اتربى عليه ويتحمل غضب الناس اللي حواليه. يخسر أهم علاقات في حياته، أهله كلهم، يخسر كل حاجة. ليه؟ عشان مصلحة؟ عشان فلوس؟ عشان حد أجبره على إن هو يسيب ده كله؟ ولا عشان وصل للحقيقة ما قدرش يتجاهلها؟ النهاردة حابة أتكلم معاكم عن موضوع قريب جدا من قلبي. يمكن ناس كتير بتشوف فيديوهات المهتدين للإسلام وتعدي عليها عادي كده، يفرحوا بينا ويدعوا لنا ويدعمونا بكلام لطيف. بس بالنسبة لي كل قصة من القصص دي بتفكرني قد ايه رحلة البحث عن الحقيقة صعبة، صعبة قوي. أغلب الناس بتتخيل ان تغيير الدين ده قرار بيتاخد في يوم وليلة. الحقيقة مختلفة تماما. الحقيقة وراء القرار ده ساعات بيكون الطريق طويل قوي من التفكير، أسئلة كتير، خوف، خوف كبير جدا من اللي جاي، حيرة، دموع كمان، أسئلة كتير بتبقى يمكن ما تخليناش ننام، عشان بس عايزين نعرف أنا فين، أنا في أنهي جانب، الحقيقة ولا الكذب. وأحيانا كمان بيكون الإنسان اللي هياخد القرار ده عارف كويس قوي إن القرار ده هيشقلب حياته، بيبقى عارف. في قصة أنا كنت أعرفها عن شاب كان بيستعد إن هو يكون حاجة كبيرة قوي، وأهله عارفين إن هو هيكون الحاجة الكبيرة قوي دي، حافظ ودارس ومقتنع وشايف نفسه إن هو على الطريق الصحيح. بس أثناء دراسته بدأ يقابل أسئلة، يمكن أسئلة صغيرة في البداية، بس الإنسان الصادق مع نفسه بيحب يعرف الإجابة، فيبتدي يبحث. مع كل إجابة كان بيوصل ليها كان بيوصل لسؤال جديد، لحد ما وصل لمرحلة ما بقاش قادر يتجاهل كل اللي وصل ليه، وأعلن إسلام. الناس شافت للحظات إشهار إسلامه، لكن محدش شاف اللي قبلها، محدش شاف الليالي اللي قضاها بس بيفكر، محدش شاف الصراع اللي كان جواه، خصوصا إنه كان دارس. ودي نقطة مهمة جدا. إحنا ساعات بنشوف النتيجة لكن مش بنشوف الرحلة كانت عاملة إزاي. من ضمن القصص اللي أنا كنت قريت عنها قصة طبيب ملحد. الدكتور ده كان ملحد أصلا بقى، ما بيؤمنش بوجود إله في الكون. هو شايف إن إحنا آه، نتاج الطبيعة. هو راجل علمي، 1+1=2. آه، شايف إن كل حاجة ليها تفسير مادي، لكن مفيش وجود لإله. بس حصلت أزمة لبنته، أزمة صحية،
وهو طبيب وكان طبيب كبير، وعجز الطب اللي درسه إنه يعالج بنته. حس إنه اتكسر، وفجأة بدون أي مقدمات لقى نفسه واقع بين إيدين ربنا وبيقول يا رب اشفي لي بنتي، اللي كان مش مؤمن أصلا إن في ربنا. وسبحان الله، في اللحظة اللي هو سجد فيها وقال يا رب بنتي، البنت فاقت. هو بس ربنا حب يوريله إنه موجود، وإنه كل حاجة بين إيديه هو، مش بين إيدين العلم. العلم من غير إرادة الله ولا حاجة. واحد تاني كان حياته كلها معاصي، ما بيعملش حاجة غير إن هو بيعصي ربنا. عمره ما سمع الأذان، الأذان حواليه بس عمره ما ركز في الأذان. وفي يوم وهو راجع من مكان المعاصي اللي هو كان فيها، ماشي لوحده في الشارع، ولقى الأذان بيقول الله أكبر. حاجة اتحركت جواه. فجأة لقى نفسه بيعيط وداخل على أقرب مسجد زي ما هو بيقول لهم أنا عايز أتوب. أنا أول مرة أسمع الأذان بقلبي. كام مرة إحنا بنسمع الأذان بقلبنا؟ طول اليوم الأذان، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بنسمعه، بس حد مركز معاه؟ الله أكبر. إحنا متعودين على النعم لدرجة إن إحنا بقينا مش حاسين بيها. الأذان، الصلاة، القرآن، كل دي نعم عظيمة موجودة في حياتنا، بس مش كلنا حاسين بالنعمة دي، وفي ناس محرومة من النعمة الجميلة دي. وأنا بتكلم عن القصص دي مقدرش أنسى قصتي، مقدرش أنسى نفسي. أنا كنت في يوم من الأيام مسيحية، وعشان أكون واضحة أنا مش بقول الكلام ده عشان أهاجم حد، ولا عشان أقلل من حد، ولا جاية أقنع حد بحاجة. أنا بقول حقيقة عشتها، تجربتي أنا. أم، أنا عارفة يعني إيه إنسان يفكر ويبحث ويسأل، عارفة قد إيه إن الرحلة صعبة، إن تقتنع بحاجة جديدة. عشان كده لما بشوف حد ربنا هداه للإسلام بفرح قوي بجد من قلبي، يعني اللي هو يا حمد لله على السلامة. لأن الهداية دي أعظم رزق ممكن الإنسان ياخده في حياته كلها. لو في حاجة عايزة أقولها في الفيديو ده فهقول لكم افهموا واقرأوا وتعلموا واسألوا، وما تخافوش من السؤال، لأن الحقيقة عمرها ما تخاف من البحث. الحقيقة عمرها ما تخاف من البحث. وآخر دعوة في الفيديو ده: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الفيديو خلص، بس الرحلة لسه مخلصتش. أشوفكم في فيديو جديد ورحلة جديدة. أشوفكم على خير.